السلام عليكم، رمضان كريم، إن شاء الله تكونون بخير. طبعا اليوم التصوير حلو، بس الصوت أبد أبد مو حلو من وراء أبو الغاز مثل ما تسمعون. يلا ما علينا نكمل. اليوم حلقتنا عن طائر الزيبرا مثل ما يسمى بالدول العربية، أما بالعراق احنا نصيح له الطائر الفنجس. نجي تعريف الطائر، هو طائر صغير الحجم بالنسبة لبقية الطيور، وهو يعتبر من الطيور المغردة. أيضا موطن الأصلي أعتقد هو أستراليا، قارة أستراليا. هذا كان تعريف يعني مختصر عن الطائر. احنا نجي تربيته راح نحكي عن سلبياته وإيجابياته بالنسبة للمربي. إذا نحكي عن الإيجابيات، فإيجابيات هذا الطائر أكثر من سلبياته. الطائر يعتبر صغير الحجم، يقدر واحد يربيه بأي مكان وأي خانة وأي قفص يكون مناسب له مهما كان الحجم. بس أنا أفضل تربيته الجماعية، يكون أفضل بالإنتاج. هذا الطير بالطبيعة يكون إنتاجه شتوي، يعني موسم الإنتاج مالته شتوي فقط. أما إذا تربيه بأقفاص أو خانات وتوفر له الأجواء المناسبة من الصيف، يعني أحكي من برودة ودرجة حرارة معتدلة بالصيف، راح أيضا يتكاثر شتاء وصيفا. هذا الطير ينتج بالعش الواحد من 3 إلى 6 بيضات، بعض الأحيان توصل ل8 بالحالات النادرة يعني. بس هو إنتاجه الطبيعي 4 6. بالموسم الشتوي يلم هذا الطير تقريبا 4 إلى 5 أعشاش يعني متتالية، يعني يبيض ويفخسن الأفراخ ويرجع يلم عش مرة ثانية، تقريبا إلى 5 أعشاش للزوج. هذا الطائر له أحجام مختلفة، يبدأ من العادي الجامبو إلى السوبر جامبو. أما طفرات الألوان فهي كثيرة وما نقدر نحصيها بفيديو واحد، كلش هواية طفرات الألوان البيض. طبعا هذا الطائر ما يكلف بالإنتاج، بحيث ما يحتاج ذيك العناية، وطعامه أيضا بحيث هو طائر يأكل كل شيء تقريبا. من يبدأ غذاء الأساسي اللي هو الدخن. عندنا الموسم الشتوي بالعراق يكون موسم ملائم جدا لهذا الطائر لتكاثره. أما الموسم الصيفي فيتعب، يعني يراد له عناية حتى يتكاثر هذا الطائر بالموسم الصيفي. أما سلبيات هذا الطائر فهي بسيطة جدا. واحدة منهن إنه هذا الطائر ما يتحمل تغير المفاجئ بدرجات الحرارة، بحيث بالشتاء ما أنصح واحد يشتري من هذا الطير. إن يريد يجهز للشتاء يشتري تقريبا بداية الشتاء أو قبل لا يبدأ الشتاء، لأن أنت من راح تشتري الطير من خانة المربي اللي هي تكون درجة حرارتها مناسبة أو ملائمة لهذا الطير وثابتة. بالطريق من تجيب لخانتك بس بقهوة احنا نقولها رأسة يتمرض. أما الشيء السلبي الثاني فهو إذا ما لقى شيء يبني بيه عشه مثل الريش أو العيدان، فيعتبر مؤذي بالنسبة للطيور الأخرى، حيث يبدي يهلس بريش ويلم العشة. ويكون أيضا طائر ضعيف أمام الطيور الأخرى اللي أكبر منه بالحجم مثل الببغاويات، صعوبة إنه يتعايش وياهم، يعتبر العدو الأساسي لهذا الطير. طبعا موضوع السباحة مهم لهذا الطير جدا، طائر الزبرة، إن كان شتاء أو صيفا فهو يسبح وما يهمه. خاف يجي واحد يقول لي يتمرض بالشتاء، لا بالعكس، السبح زين لهذا الطائر شتاء وصيفا. يعني أكيد حتى بالشتاء من أثناء السباحة أو هو المكان بصورة عامة يكون درجة حرارته ثابتة، يعني مو متغيرة أو طبيعية، هو يتأقلم ويا الوضع. أما إذا تجي وتحط له هيتر وساعة يطفي وساعة يشتغل فلا، ما أنصح بيه، أخليه طبيعي أحسن. طبعا وضروري التنشيف بعد السباحة، يعني وجود مصدر حرارة أو هي الشمس الطبيعية يكون أفضل. بس راح تشوفون بعد نهاية الفيديو بعد السباحة راح شلون يشمسن ويتنشفن على الشمس. هو يعتبر طير أليف اتجاه المربي يعني، وأكثر أعتقد أكثر طائر انتشارا بين المربين هو طائر الزبرة.
بحيث نادر تلقى مربي ما جاني طار الزبدة. طبعا لهنا أنا هاي المعلومات اللي عندي أو المعلومات اللي أستذكرهن عن هذا الطائر. إذا تحبون أحد يضيف بالتعليقات فيضيف، يفيدنا ويفيد المشاهدين وأنا أكون ممنون من عنده. وهسه راح أخليكم جولة يعني بالمحمية أو تكملون الفيديو إن شاء الله تستمتعون به.